مساء الخير. النهاردة معانا شخصية ناس كتير بتحبها وناس كتير بتختلف معاها. لقبها في الجروب جميلة الجميلات. شخصية طيبة جدا، لكن وقت المشاكل ممكن تتحول لشخص عصبي جدا. النهاردة مش جايين نعمل خناقة، لكن جايين نسمع الحقيقة من صاحبة القصة بنفسها. ايه اللي بيحصل وراء الكواليس؟ هل فعلا جميلة الجميلات مظلومة، ولا في حاجات الناس لسه ما تعرفهاش؟ استنوا معايا حلقة صريحة، يمكن فيها كلام أول مرة يتقال. معانا ومعاكم أختنا سمية حرز الله. في اتهامات طلعت إن اختفائك كان بسبب خلاف مع سيدة تانية. هل الكلام ده حقيقي ولا مجرد أشاعات؟ موضوع مش مجرد انه اشاعة او اتهام. انا ما اجرمتش عشان اتهم. وايه تهمتي؟ يعني اني بعدت عن اليوتيوب. ابتعادي عن اليوتيوب كان على مرحلتين. مرحلة اولى اختيارية لاني تعبت بعد ماراثون بثات طويل لمدة اشهر، وضغط نفسي كبير. المرحلة الثانية كانت نصيحة مشددة من اخواتي جزاهم الله كل خير لما حصلت تصعيدات في المربع. خافوا عليا، أمنوني، وهذا ترجمان المحبة اللي بيناتنا والخوف على بعض وغلاوتنا عند بعض. كثر الله خيرهم. الأهم من ده كله، أنا ما كانش فيه خلاف مباشر أصلا ولا غير مباشر بيني وبين السيدة المعنية عشان تخيني. لم تتعرض لي البتة. اللي حصل ده أنا نسميه ادعاء بالباطل، وذلك إثم عند الله. الإنسان اللي ماشي ستريت سيدة وقدر المستطاع يكون ما عندوش أغلاط، نحاولوا نلفقوله أي حوار عشان نقل منه مثلا. ولكن طبعا أنا لم أجرم ولم أكن طرف، ومحدش يعرف يقل مني، الحمد لله.